3 حقائق عن الكعبة المشرفة ما كنت تعرفها من قبل. يعتقد معظم المسلمين أن سيدنا إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى الكعبة. الحقيقة أن الكعبة أقدم بكثير، والذي بناها هم الملائكة، وقيل آدم عليه السلام. كان للكعبة بابين وشباك، الباب الثاني في الجهة المقابلة للباب الموجود اليوم، وبانت آثاره لما انكشفت كسوة الكعبة في عام 1439 هجريا. الكعبة ليست مكعبة الأصل، إنها مستطيلة تهدمت في الجاهلية وأعادت قريش بناؤها، ولكن لم تكفي الأموال فبنوا هذا الحائط كتكملة للكعبة، والذي يعرف اليوم بحجر إسماعيل، والذي يصلي فيه فكأنما يصلي في جوف الكعبة.